سعداء أن نلتقي في صالون روايات مصرية للجيب الرابع العراب الدكتور أحمد خالد توفيق بين الأدب والدراما. أنا أحمد خالد توفيق، أستاذ طب المناطق الحارة بجامعة طنطا، وكاتب أدب الرعب الذي يتعشم أن يكون على مدار تلك السنوات قد أسهم ولو بحرف في تشكيل وعي وثقافة هذا الجيل. كان دايما يقول لي انا عامل زي تولكن بتاع لورد اوف ذا رينجز، ان انا اول ما هتوفى هتتعمل كل افلامي بلوك باسترز وبتاع، فهو كان عنده يعني بعد نظر. لا يوجد ما يسمى بما وراء الطبيعة. حرام نسرق الحق المعنوي لشوية الهوى اللي حرك الستاير. أنا فاكر كويس قوي إنه بداية من أسطورة النداهة أنا اتندهت شخصيا ورحت ورا دكتور أحمد خالد توفيق، وخلاص العالم ابتدى يكبر وزي كرة التلج كده فجأة بقيت أحد مريدينه ومحبيه يعني. سنة 93 قلت لازم أواجه الناس، فقررت إن أنا أروح للمؤسسة العربية. كان أول واحد قابلته كان أستاذ أحمد المقدم، انبهر بالفكرة. مبيعات الدكتور أحمد خالد توفيق بعد الوفاة زادت عن المبيعات اللي قبل الوفاة. أنا بالنسبة لي شايف الناحية الإنسانية هي اللي انعكست على أعماله، فمنحته حب الناس بالشكل الكبير ده. هو كان كريم جدا جدا في النصيحة، كان شخص متواضع جدا، كان بيعتبر ان كلنا سن واحد. يعني فعلا انا عمري ما حسيت ان الدكتور احمد اكبر مني او لا خالص، هو احنا كلنا سن واحد. كل من يقل عن 30 سنة يعتبر عارفني كويس جدا، يمكن يعتبرني بطله، لكن اكثر من 30 سنة ما سمعش عني. هستنى لسه لما الشباب اللي هم اقل من 30 دول يكبروا لحد ما يبقوا كلهم قروني وتربوا عليا. انا مش متخيل يعني في حد ممكن يقرا لنفس الكاتب 80 كتاب وما يزهقش، ده من سلسلة واحدة، ما بالك بقى سفاري وفانتازيا وروايات عالمية. ففعلا يعني دكتور أحمد خالد توفيق عمل حالة فذة. أنا بالنسبة لي هيفضل للأبد لحد ما ربنا يجمعني بيه تاني، صديقي العزيز حقيقي مفتقده كل يوم، ويا رب يا رب يقدرني أساهم على قد ما أقدر أعرف الناس الراجل ده قد إيه كان عظيم وقد إيه إحنا بنحبه وإن هو كان يستحق الحب ده. كتيرة قوي حصلت في الأوضة دي. فضل الدكتور أحمد وعطائه مازال ممتد، وتأثيره الأدبي وحضوره الإنساني الموازي للأدبي مازال برضه ممتد. يعني فزي ما خطه الأدبي ودوره الأدبي مازال ليه تأثير، دوره الإنساني برضه وإضافاته للآخرين مازالت ممتدة يعني. كل موقف مع دكتور أحمد خالد توفيق كان بيربطك بيه أكتر، ترجع تاني تقرأ رواياته تحس فعلا ان هو لا، هو ده الراجل، هو فعلا كتب الكلام ده بصدق. انا مهتم بالسينما بشده لدرجه ان انا بعتقد ان انا جوايا مخرج. دكتور احمد كتاباته فعلا اقرب للسينما كتير عن المسرح. يعني هو طبعا تصلح انها تتمسرح وكل حاجه، ولكن بيبقى الموضوع صعب لان هو قال قبل كده كذا مره اصلا ان هو بيكتب روايته بمقاييس الفيلم السينمائي. أستاذ جامعة وكاتب وبيكتب وبيقرأ له كل الدول العربية، وأنا بقرأ له من قبلها بسنين طبعا يعني. وفجأة لا ده أنت عن ناصية، يعني اللي هو الموضوع عجيب. طبعا ناصية، طب يبقى تعالى لي بقى نروح مع بعض على طول، أنت بتكلمني أنا. أحمد خالد توفيق بهذا الإنجاز الفذ لم يرحل، والدليل على ذلك حجم مبيعات رواياته في روايات مصرية للجيب التي تزداد يوما بعد يوم.